تعالي لو عندك ربع كيلو لحمة كده، تعالي نعمل أحسن أكلة بتتسرق مننا وإحنا شغالين. وإحنا كمان كنا بنسرقها من أمنا وإحنا صغيرين وهي بتعملها. تعالي كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ. معنا بصلة صغيرة زي ما انتي شايفة كده، ومعاها قرن فلفل، والفلفل اختياري بس أنصحك إنه بيدي طعم حلو وريحة حلوة. يلا كده عليها كام عود خضرة، شبت وبقدونس وكزبرة صغيرين مش كتار، وكام فص توم. وهنضرب الكلام ده كله في الكبة معانا بالشكل ده كده زي ما انت شايفة. ايوه كده. يلا بقى تعالي هاتي حتة اللحمة بتاعتك المفرومة، وده كان ربع كيلو لحمة. طب عملتي ربع كيلو لحمة ليه؟ قلتلك هعملك كمية صغيرة للبنات اللي لسه متجوزين لسه مبتدئين. جربي في ربع كيلو لحمة وانتي مش هتندمي، بعد كده هتعملي الكمية الكبيرة. نزلت بالتوابل نزلت ببابريكا، نزلت بفلفل اسود، نزلت بكزبرة جافة، ونزلت بالملح. وما تكتريش ملح، ما انصحكيش تكتري ملح، خليه مظبوط. وادي كوباية رز مطحون. ما عنديش رز مطحون، هاتي من السوبر ماركت بيتباع اكياس كده رز مطحون، خدي منه كوباية. طب ما فيش في السوبر ماركت اللي جنبي، اغسلي كوباية رز ونشفيها وطحنيها كده وهتبقى معاكي زي الفل. هنقلب الكلام ده كله وهننزل بالكبة تاني. يلا. ايوه كده، هنضربها تاني في الكبة زي ما انتوا شايفين. طب هي خلصت كده؟ لا لسه ما خلصتش، هنضربها وش تاني زي ما بنروح عند الجزار كده ونعملها. هناخدها وش واتنين في الكبة كده لحد ما تبقى عجينة كفتة معانا لينة بالشكل ده كده زي ما انت شايفة. ومش هتحتاجي تروحي للجزار ولا هتحتاجي تشتريها جاهزة من بره، هتعمليها بكل سهولة في البيت وبكل بساطة. يلا كده نسمي الله. هنجيب شوية زيت معانا كده ببولة، وهنبل ايدينا كده صوابعنا بالشكل ده زي ما انت شايفة. ايوه بقى تصبعيها بقى صوابع، تعمليها كور زي ما انت حابة. اعملي اللي انت عايزاه يا ست الكل بالشكل ده كده. ولو هتلاحظي هتلاقيني انا ما بلتش ايدي تاني، يعني مش في كل مرة كنت ببل ايدي زيت. لما بحس انها محتاجة ببل ايدي زيت واروح مصبعاها بالشكل ده كده. يلا. ايوه كده. شوية زيت معاكي بقى يسخنوا كده، ومش عايزة الزيت يسخن قوي، يعني درجة حرارته ما تبقاش عالية. تحطي ايدك كده وتحسي ان الزيت سخن معاكي، تنزلي بالكفتة عشان ما تاخدش وش من بره وتبقى ما استوتش من من جوه يا حبيبة قلبي. يلا بقى نرص الكفتة بتاعتنا كده زي ما انت شايفة بالشكل ده كده. وما تقلبيش على طول، يعني ما انصحكيش تقلبي على طول. اول ما تحسي ان هي خلاص ابتدت تاخد لون، يلا بقى نقلبها كده بالشكل ده. عامليها معاملة الزلابية. شفتي الزلابية كده لما بتعمليها؟ عامليها معاملة الزلابية الكفتة. هتقلبيها بالشكل ده كده. يلا. وطبعا هحطلك لينك الفيديو اللي انا عاملاه، مرضتش اطول عليكم واعملها لكم بقى بصلصة زي المرة اللي فاتت ورز بشعرية. المرة اللي فاتت عملتها لك بالفراخ، وهسيبلك اللينك تحت كده في صندوق الوصف يبقى شوفيه، او في التعليقات هتلاقي اللينك محطوط لما ينزل الفيديو ان شاء الله. وهتلاقي الطريقة اللي انا عملت بيها الصلصة، لو انت حابة تعملي بيها الصلصة كده اعمليها وصدقيني مش هتندمي. عملتيها لحمة عملتيها فراخ صدقيني هتعجبك. بس ما تنسانيش في دعوة حلوة منك يا ست الكل. يلا بقى هنقلبها كده زي ما انت شايفة. خلاص هي خدت لون معانا ذهبي كده موحد، وهنطلعها. ايوه كده. عايزة اقول لكم ان ريحتها كانت قلب البيت، والله حرفيا كانت ريحتها قلب البيت. جربي في ربع كيلو لحمة ومش هتندمي. وطبعا اخواتي حبايبي المغتربين، سهلة اهي، وعملنا الكفتة سهلة وفي ثواني هتتعمل بالشكل ده كده. يلا. كل الحكاية كوباية رز، يا تطحنيها في البيت يا هتشتريه جاهز من السوبر ماركت، وكل حاجة عندنا. نسيت اقولك ان انا حطيت ربع معلقة بيكنج باودر وانا بطحن كده مع الرز الكلام ده كله. طب حطيتي ليه؟ عشان ما تبقاش مكتومة معاكي وتبقى خفيفة وزي الفل. وطبعا بتتخطف خطف كده. والسلام عليكم.